مرحبا بكم في فيديو جديد دائما ضمن معسلات رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا حلوة بوشنيخه اللي كتجي على شكل هكا خيوط رقيقه في جميع البيوت. نمشيو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهاد البوشنيخه كنحتاجوا لها، عندي هنا 250 غرام تاع الدقيق او ما يعادل واحد زل. نحتاجوا واحد القليل من الملح، وكنحتاجوا واحد الملعقه صغيره نتاع والحليب، يعني على حسب الحاجه نتاع العجينه ديالنا وشحال غادي تاخذ لنا. نحاول نخدم هذيك الزبده مع داك الدقيق جيدا حتى كتنسجم. بالنسبه لهنا وضعت الحليب نص كاس، ولكن ما يكفينيش على حسب يعني نوعيه الدقيق اللي عندكم، واش تشرب ولا ما تشربش. وكذلك العجينه خصها تكون قاصحه جدا، يعني من الضروري تكون قاصحه باش تنجح معنا هذه الوصفه. كنضيفوا الحليب غير القياس شويه بشويه، وكنخدموا مزيان باليد ديالنا باش تجمع لنا العجينه بلا ما نضيفوا كميه كبيره نتاع الحليب. كتشوفوا انا ما درت فيها حتى حاجه، نسمتها فقط بالفاني. لكم الاختيار، بغيتو تضيفوا يعني جلجلان او حبه حلاوه او اي حاجه، ولكن كلهم فيهم زلجلان، كلهم فيهم يعني حبه حلاوه داكشي. كتجي هذه سامبل وزوينه هكا. كنخليوها ترتاح نصف ساعه في واحد البلاستيك من بعد ما دلكناها جيدا كي شاهدتوا. ضروري ما ندلكوها مزيان حتى تنسجم. من بعد ما ارتاحت لي نص ساعه كناخذها وكنبسطها هكا بالمدلاك. كنحاول نعطيها شكل مستطيل قدر الامكان، يعني نقاد لها الجناب ديالها جيدا. نحاولوا نقادو جيدا. نقسمها على 6 وغادي نوضعها مره ثانيه في البلاستيك ترتاح واحد ربع ساعه، نولي نخدمها ان شاء الله. دقيقه ماشي نص ساعه كاع، 15 دقيقه. كنعطيها شويه العرض بهذا الشكل، ثم كنورقها طويله. كنورقها مزيان بهذا الشكل. كنورق جميع الوحدات بنفس الطريقه، يعني حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كنعطيها شي شويه العرض ثم كنبسطها بالطول جيدا. بعد ما كملت الوحدات ديالي كاملين، دائما كنديرهم في يعني في البلاستيك في الرقم 5. لا كندوز الكاملين في الرقم 3 ثم كنقلب الماشينه في الرقم 5، وثاني كنفوت جميع الوحدات هكا باش نربح الوقت، منبقاش غير نحيد ونرد في النوامر كيضيع عليه الوقت بزاف. وغادي نمشي ندوزهم في هذه الجهه نتاع السباغيتي بهذا الشكل. كنكون شاده العجينه فاش كتوصل للاخر وكندور كنطلقها وكنمشي نشدها من الاسفل باش دوك الشعيرات ما يتفركتوش بعضياتهم. وكنفتح هكا الخيوط ندفعها لبعضياتها بهذا الشكل، تعطيني ورده على هذا الشكل. هذه طريقه جد بسيطه. باش ما يتحلوش كنحاولوا ندفعوا هكا باش يتفتحوا الخيوط ديالنا، تبعدوا على بعضياتهم، راهم ما كيتلصقوش نهائيا بهذه الطريقه. كيجي كل خيط مفروز على خوه. وكنستمروا دائما بنفس الطريقه. كنجمعوا الخيوط اللي كتكون في الجوانب مع بعضياتها وكنفتحوا هكا بحال نحاولوا نكحزوا هكا، نفتحوا الخيوط باش ان شاء الله سخنت لا مازال. هذا هو العسل ديالنا، كيكون دائما بارد. العسل اللي حضرته معكم في القناه كيجي رائع. وكنخليهم حتى كيشدوا راسهم، عاد كنبقى نحرك فيهم بهذا الشكل. وكنستمر دائما في التقليب ديالهم من جهه لجهه حتى كيحمروا جميع الجوانب وياخذوا لون ذهبي فقط. ومن بعد ما كياخذوا لون ذهبي كنحاول نحيد كل وحده على حده اللي طابت كنحيدها، وكنغطسهم جيدا في العسل بهذا الشكل. كنخليهم يشربوا العسل مزيان، كنكثروش منهم بزاف. وهادو هما من بعد ما طابوا لنا وخليتهم يستقطروا هنايا من العسل كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين وزوينين. كيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف. صافي بقى ليا الا نزينهم بالقليل من الزنجلان ونقدمهم لكم.
وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما زينتهم بالقليل من الزنجان. يعني كتبقى خطوه اختياريه، بغيتو تزينوهم ما تزينوهمش. والى اللقاء وبركاته.